السلام عليكم اخواني اخواتي المتابعين والمتابعات في هذا الفيديو الجديد اللي ان شاء الله غادي ندخلوا فيه لاشهر الدروبه في مراكش واللي عندها واحد الطابع خاص واللي معروفه بدرب سبع تلاوي. على نيتنا اليمين كاينه زاويه الشرفاء العمرانيين، وسبب التسميه ديال هذا الدرب حيت فيه 7 ديال الدورات اي المنعطفات او المنعرجات، ويمكن لكم تحسبوهم وانا تنصور لكم الدرب. وهذا الدرب عنده واحد 3 جو المداخل. ندخل اول من جهه فين تيتباعوا فيه الفواكه الجافه حاليا اللي دخلنا منه في اول الفيديو. والثاني من جهه ضريح سيدي عبد الله الغزواني، والثالث من جهه طوالات ديال القصور. هاد العلامه الحمراء عقلوا عليها حيت غادي نجيبوا لها الذره من الجهه تاع الضريح. والاصل والاسم الاصلي هو فحل الزفريتي، واللي تربط بين حومه القصور وحي الزفريتي فين تتباعوا الفواكه الجافه، خاصه الناس اللي تيشريو داك الداز ديال الاعراس. واما الزفريتي فهو احمد بن عبد الرحمن الزفريتي، وهو كان باشا ديال مدينة مراكش في زمن حكم السلطان العلوي محمد الثالث بن عبد الله. فهاد الدرب كاينه زاوية الشرفاء العمرانيين اللي شفناها في بداية الفيديو، وغير بعيد عن زاوية درقاوة. هذا هو الضريح ديال مول القصور عبد الله الغزواني، حتى لشي حلقة ونديرو حلقة عليه خاصة، وسبق ليا وصوت الطريق ديال كيفاش توصل ليه. هذا الدرب كان فيه نادي نسوي اللي كانت تشرف عليه السيدة غيطة سليطين، وتولد فيه الفنان حسن الجندي. وكاين من بين الاصدقاء اللي قالوا لي ان كبر في الحومه ديال المواسين. فهاد الدرب كاينه دار القايد الوريكي، وكانت تكون فيه عائلات بالعربي وعائلات بالفقير وعائلة الشياضمي وعائلة الورزازين، وكذلك عائلة الجندي. والعائلة الكبيرة اللي خرجت لنا علماء كبار عائلة الكنسوسي وعائلة زكيبات وعائلة القصاب وعائلة الحجوجي وبن عيسى وبن مجاد، واخيرا عائلة شنطيط. ورحم الله من مات منهم ورزق الصحة من على قيد الحياة. كنعتذر الا ما ذكرش جميع اسماء العائلات حيت هادشي اللي متوفر ليا، وان شاء الله فيديو اخر نذكر جميع العائلات وانتم اللي غادي تساعدوني فيهم باش تكتبوا لي سميتهم لتحت. الى هنا تنتهي جولتنا، دمتم سالمين.